خولة وعلاء أكتر كوب اللي مستحيل تفهم المنطق ديالهم في الشهرة. تصاحبوا تزوجوا طلقوا داروا الشوهة في العمرة وعاودوا تصاحبوا مرة أخرى، وهاد المرة الأهداف ديالهم كانوا واضحين. غنمشيو لدبي، مدينة الأحلام اللي المستحيل كيتحقق فيها. وفعلا من البعيد كانت كتبان هاد الفكرة جهنمية وطريق مختصرة للعالمية. هاد السفر بالنسبة لخولة كان غالي بزاف، حيت كانت باغا تحقق فيه بزاف ديال الحاجات. كأي واحد كيخرج من المغرب وكيقصد بلاد البينغا كيخص يصور فيديو مؤثر مع الصوت، وكيختمها كيهز الباليزه ديالو والباجاج ديالو وطيحات شي بركه ديال الدميعات، زعما راني غادا نضرب تماره. وداكشي علاش مسكينه كتنعس بالبكا وتفيق بالبكا. حتى اخيرا غيجي البطل ديال القصه اللي كان ممكن يكون هو البطله، وغيعتق لينا الشخصيه الرئيسيه في الروايه، الحامضه، لانه الانسه كانت مقاتله بوحدها في تصاور الفيديوهات. ومع ذلك التفاعل بقى هو. هذا الشيء ما كيعنيش انه كان عندها تفاعل قليل، ولكن كيعني ان خوله ما بقاوش مقنعينها المغاربه، وبغات تشهر على نطاق اوسع. ومن حقها. مع غيوصل السي علاء غيشبكها تحديات مع الطريقه المصونه ديالو، وتحديات واش من تحديات. دوك الفيديوهات المصريين والبرازيليين اللي ما عند والديهم منطق كتلقاهم تافهين لأبعد الحدود، وغير الدراري الصغار اللي مواتهم تعطوهم التليفون باش يسكتوهم، وهما اللي كيتفرجوا فيهم. هنا راه زعما طلعوا النيفو. اخونا شرا الحب القلب ورفيقة الدرب، هذه هي اللي كتلائم المقام ديالها. اغلى صاك فيك يا لوي فيتون، وخرجوا منه قشتله د الفيديوهات باش يحللوا رزقهم. شرا ليها صاك بربعة المليون، دارت ليه الانبوكسين، صوروا بيه بجوج، داروا بيه ستوريات وكملوها وجملوها. بغاو يقلبوها للهجة جديدة، وما يمكنش على كمية التناقض اللي كاين. خوله دايره راسها كيوت ولا ما نعرف شنو، غير باش كيقتلوك بعدا بكثرة الحب والفيديوهات والرومانسيه والشطيح والرديح، في الوقت اللي الغزاويين كيقتلوهم مساكن غير بالجوع. ايوا شفتي عباسيه الحياه، شي كيموت بالضحك وشي كيموت بالجوع والقرع وضرب الطم. علاش نتوما ما فخباركمش باللي هاد اليومين قطعوا على غزه الضوء الكونيكسيون في المدينه كامله، وبداو يصفوها للبشر غير بالتخبيه باش حتى شي واحد ما يصور. ولكن المهم ان خوله وعلاء صوروا لينا الحياه ديال الليكس كيفاش دايره، وشدات كمشه ديال الفلوس ودارت على دبي كامله باش تشيري لابوبو. ايوا في نظركم هاد الكوب الانيق الراشق وصلوا للاهداف ديالهم؟ ما بغيتش نصدمكم واخا راه الجواب باين، ولكن بعد شهر ما استفدوا حتى شي وزه ورجعوا للمغرب. ومن فوق هادشي كامل علاء مشى ليه كونت انستغرام اللي كيترزق به الله. اكبر تصيده في تاريخ الانفلونسر مشاو لبلاد جديده وبدلوا لا استراتيجي والتيك تاك ديالهم باش يحققوا مستقبل افضل. وماشي هما اول وحدين غادي يبداو بهاد لا استراتيجي والاهداف، وانما حتى اسرائيل بدلت الطريقه. غير هو الفرق انه هاد المره زيرت الطرح ودارت ما بغات. فإلا كان كيحسب لكم باللي العلاقه بين هاد الجوج معقده، فراه غالبا ما عارفينش العلاقه بين ميريكان وإيران اللي تقدر تبان لكم من البعيد على أنها واضحة تماما بحال العلاقة د مستر كبيدة مع الفلبينية ديالو. غير هو الفرق مرة أخرى أن أمريكان كتقول لإيران ديري راسك كاعية، ونمثل المسرحية ومستر كبيدة كيقول الحبيبة القصيرة ديري راسك فرحانة. نفس الشيء. ولكنكم تحبون التفاهة. عمر مشى بعيد في جنون العظمة، وباش يثبت أنه فايت 180 جبد مسطرة ديال 30 سنتيم وبدا يدير القسم والضرب والعمليات الرياضية المعقدة. ولكن فاش إيران حتى هي بغات تضرب الحساب، قالت لها أمريكان حبسي المرقة وغنجي لهنا الحيط وغنوقف عادي. الحلقة ديال اليوم ما هي لا على مستر كبيدة ولا على علاء، وانما على التقلاخ ديال بنادم اللي متبع ليا هاد الزمر من ديما. وانا ما كنلومش بنادم على التفاهه، وكنعتبر باللي التفاهه حنا اللي كنطلعوها، ولكن المستوى اللي وصلنا ليه هاد النهار كيبين مستوى الجهل اللي وصل ليه بنادم. الناس ما بقاوش مسوقين غير للسياسه بالمره، كانت شي حاجه فيها الضحك والتفلي والتخربيق مرحبا، كانت شي حاجه فيها القانون اللي غيخور النص ديال الشعب في حريه التعبير ديالهم، بنادم كيتكلخ وكيتسدوا ليه الودنين. اليوم احنا قدام لحظه حاسمه اللي ممكن تغير التاريخ وخريطه الشرق الاوسط والاقتصاد ديال المغرب. ومع ذلك الناس ولاو كيفهموا غير في المشاكل ديال التيك توكرز اللي مسببين هاد التفاهه. ما ولاو مشهورين، والناس من نيتهم كيتبعوهم بحال هاد العائله اللي فجاه تشهروا من بعد ما الدراري كاملين دوزوا الحبس من غير هذا. وفي نفس الوقت الناس كانوا
يعاتبوهم على المحتوى الرديء. حتى واحد ما هضر ولا تسوق للجهه الاخرى من الالام اللي كاينه اولا اللي كيعيشوها الغزاويين، ولاو حرفيا كيعانوا من المجاعه لدرجه ولاو كيعجنوا لي باط وكيقادوا بهم الخبز، ويشدوا الغيث يقطروه من الماء باش يشربوا، ويحرقوا الميكا والحوايج والزبل باش يقادوا الوقود. الشعب اللي كيعرف يتكيف مع اي مشكله جاتهم، وداك الشيء علاش قدام هاد الصمود كامل الزبلاويين غيقولوا لهم صافي قبلنا نعطيوكم الماكله، غير اجيو باش نصفيو صورتنا قدام العالم. وهنا بزاف د الكروش اللي قراهم الجوع لدرجه الدماغ عندهم ما بقاش خدام، غيمشيو كيجريو باش ياخذوا داكشي اللي قسم الله، وتما فين غيقتلوهم كاملين في مصيده وحده وغيصفيوها لهم في مشهد اللي ما نقدرش نوريه لكم. وهما كيتسناو باش يشدوا حقهم د الماكله، والجنود مخبيين ليهم ومطوقين المنطقه كامله، وحرفيا كيلعبوا فيهم بابجي واقعيه. ولكن عرفتوا شنو اللي كيقطع القلب في هادشي كامل؟ هو انه الغين واخا ولاو عارفين هادشي كامل قرروا انهم يمشيو يدبروا على قرعه الماء وكيلو ديال الطحين. فاش الفيديوهات خرجوا للعلن وبداو كيتفتحوا مره اخرى، غيقطعوا على المدينه كامله الكونيكسيون باش يديروا فيهم ما بغاو. وفي الوقت اللي كان هادشي كامل كيوقع، الشعب الزبلاوي جابوا الكراسه وجلسوا من البعيد كيتفرجوا. فقلت الحيله ديال الشعب على قدو لدرجه ان من غير هادشي ولاو كيديروا حفله كشف جنس الجنين من خلال التفرقيع باللوان على حساب الجنس بالزرق اولا بالغوص. ولكن العالم هاد المره ما بغاش يسكت ويدوزها لهم طريفه. وهنا اخيرا 80 دوله او بالاحرى 80 شعب غيتحالفوا بيناتهم باش يدخلوا لغزه ويديروا مظاهره تما. وهو نفس الشيء اللي داروه دول اخرين، منهم دول اوروبيه واسيويه ومن العالم كامل. ولكن الصدمه انهم فاش وصلوا لمصر غتقول لهم مصر حبس هنا ما عندكمش فين تدخلوا، غتفهموا بلي اسرائيل اصلا راه ما كانتش مساليه لهذا الشيء. وداك الشيء علاش خلات مصر في الواجهه باش تبان هي الشريره في القصه، لان في الكواليس كان عندهم اخر. والدرس اللي منوض لهم الحريق وخاصهم يحيدوها باي ثمن واللي هي ايران. الخميس بالليل وبالضبط جويه 12 او الوحده تقريبا حتى خلاو بنادم ينعس بالخصوص المسؤولين وغيشريو عليهم ب200، غيشيروا عليهم 200 مفرقعه. والسبب في هذا الشيء كامل هو ان امريكان وصلوها تقارير استخباريه او لا بلي ايران وصلت نسبه متقدمه في تخصيب اليورانيوم، الشيء اللي غيسهل عليهم يقدموا المفرقعات النوويه. زيد على هذا الشيء كامل ان ايران غير مؤخرا هاد السيمانه دبرت على وثائق حساسه من وسط اسرائيل واللي فيها معلومات على المنشأ السري والابحاث وشنو كيخططوا مع امريكان في اي حاجه كتعلق بالنووي. هاد الوثائق كانت فيهم الاسماء والتصوير ديال شخصيات اسرائيليه مهمه في هاد البروجيات. وداك الشيء بالضبط علاش اسرائيل استهدفت المنازل شخصيات كبيره في الحرس الثوري الايراني وعلماء في النووي والطاقه الذريه عالميه ناجحه، اللي خلات المسؤولين يقولوا ان هاد الشيء كامل كانوا كيديروه في 10 ايام، هاد المره قدروا يديروه في 10 دقائق. والمشكله هاد الشيء كامل ما دازش غير هكاك. المهم اخوتي الحلقه ديالي غادي تسالي هنا، نتمنى الميساج يكون وصل، ونشوفكم في الحلقه الجايه وفي الوقت الحالي. حاولوا انكم توعيوا راسكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. اللي مازال ما دارش لايك يدير ليا لايك ويدير اشتراك ويفعل الجرس وخليوا لي كومونتير ديالكم لتحت.